في كل قرية دايماً بيبقى فيه البيت اللي كل الناس بتخاف منه واللي بيحكوا عنه قصص رعب. بيتنا كان عنده القصة بتاعته. كان بيت مهجور على أطراف القرية والكل كان بيقول إنه مسكون. أنا وأصحابي قررنا نكتشف الحقيقة بأنفسنا. في ليلة ضلمة اجتمعنا قدام البيت المهجور. الباب كان مقفول بس بضربة واحدة فتح. دخلنا بحذر وكانت الأرضية تصدر صوت صرير مع كل خطوة. كل حاجة كانت مغطاة بالغبار وأثاث مكسور متناثر في كل مكان. الجو كان ثقيل وكأن فيها حاجة بتضغط علينا. أول حاجة لفتت انتباهي كانت مرآة كبيرة في الصالة. كانت متشققة لكن كان فيها بريق غريب. حاولت أبعد نظري عنها لكن كنت حاسة إن في حاجة بتشدني ليها. صحابي بدأوا يستكشفوا باقي البيت وأنا فضلت واقفة قدام المرآة. فجأة شفت حركة سريعة في الزاوية. لما بصيت تاني ما لقيتش حد لكن شعرت ببرد شديد وكأن في حد واقف ورايا. لما التفت ما لقيتش حاجة غير الظلام. قلبي بدأ يدق بسرعة لكن ما قلتش لحد من أصحابي عشان ما يضحكوش عليا. سمعنا صوت خطوات جاية من الدور العلوي. قررنا نطلع نشوف إيه اللي بيحصل. الدرج كان يئن تحت أقدامنا وكل خطوة كانت بتحسسنا إننا بنقرب أكتر من الخطر. وصلنا لغرفة نوم كبيرة وكانت الباب مقفول. دفعت الباب ببطء ولقينا الغرفة مظلمة تماما. شعاع ضوء من كشاف الموبايل كشف عن حاجة غريبة في الزاوية. كان في كرسي هزاز بيهتز لوحده. كلنا وقفنا في مكاننا مش مصدقين اللي بنشوفه. فجأة الكرسي وقف عن الهز وسمعنا صوت همسة خافتة بتقول امشوا من هنا. فضلنا واقفين مش عارفين نعمل ايه لحد ما شيماء قالت لازم نمشي دلوقتي. حاولنا ننزل بسرعة لكن الباب اللي دخلنا منه كان مقفول. حبسنا نفسنا في البيت والرعب بدأ يسيطر علينا. بدأنا نسمع أصوات خطوات تقرب منا وأصوات همسات غير مفهومة. كنا مرعوبين وكل واحد فينا كان بيحاول يلاقي مخرج. لما جينا قدام المرآة الكبيرة في الصالة شفت نفس الحركة السريعة تاني بس المرة دي كان واضح إن في شبح واقف جواها. الشبح كان بيمد إيده ناحية المرآة وكأنها عايزة تخرج منها. لما قرب أكتر سمعنا صوت ضحكة شريرة وكل حاجة حواليها ابتدت تتحرك لوحدها. كانت الكراسي بتتزحزح والأبواب بتفتح وتقفل لوحدها. قررنا نرجع للدور العلوي يمكن نلاقي مخرج من الشباك. بس لما طلعنا لقينا الباب اللي كان مقفول قبل كده مفتوح على مصراعيه. دخلنا بسرعة ولقينا نفسنا في غرفة مظلمة تانية. كان في كتب قديمة وأوراق متناثرة على الأرض. بين الكتب لقينا مذكرات قديمة مكتوبة بخط يد. فتحناها وبدأنا نقرأ. المذكرات كانت بتحكي عن عيلة عاشت في البيت ده من سنين لكنهم اختفوا فجأة. آخر صفحة كانت بتقول البيت ده ملعون واللي بيدخله مش بيخرج تاني. قلبنا كان بيدق بسرعة وحسينا إن الوقت بيجري. كنا لازم نلاقي حل للخروج. فجأة سمعنا صوت ضحكة تاني لكن المرة دي كانت أقرب. لما بصينا ورا لقينا الشبح واقف قدامنا وكان بيقرب أكتر وأكتر. الجدران بدأت تقفل علينا وكأن البيت بيحاول يحبسنا جواه. حاولنا نفتح الشبابيك لكن كلها كانت مقفولة بقوة. ما كانش قدامنا حل غير إننا نحاول نكسر المرآة الكبيرة في الصالة. يمكن بكسرها نقدر نحرر الأرواح المحبوسة ونكسر اللعنة. رجعنا بسرعة للمرآة وكل واحد فينا مسك حاجة تقيلة. بلمسة واحدة المرآة تتكسر وتناثرت أجزائها على الأرض. سمعنا صرخة عالية وكل حاجة هديت فجأة. البيت بقى هادي والأصوات المرعبة اختفت. خرجنا من البيت بسرعة وكل واحد فينا كان متأكد إن اللي حصل مش مجرد خيال. اللعنة اتكسرت لكن الخوف فضل في قلوبنا. محدش فينا قدر ينسى اللي حصل وبقينا نحكي القصة دي لكل اللي بيسأل عن البيت المهجور. دي كانت حكاية المنزل المهجور واللعنة اللي كانت جواه. خلي بالكم من الأماكن القديمة لأن ممكن يكون وراها أسرار مرعبة ومخيفة